في ابيات لسعود جمعان المطير اللي يقول يا اللي دول العطا من يدئنا عزل انك عندنا ما تلاقيه، ما هو رجع مرة تعود فينا ما عندنا ما ناكله دون نعطيه. ترى ذكرنا في المثل اللي يقول العين بصيره واليد قصيره، والمثل له سالفه. الاصمعي كان محتاج ومعروف فلان كريم، وقال بروح لفلان ادبر حاجتي من عنده. المهم يوم جاء الكريم هذا على باب حارس، غريبه الكريم حاط الباب على باب حارس ورد الحارس اللي الحجاب يسمونه حجاب وهو حارس، احنا الحين حارس وواقعين يسمونه حجاب مرسال حجاب حارس كل شيء. المهم قال بدخل، قال والله ما نحن. الرجال مستحي وما حطنا حارس على اساس يرد الناس لانه ما عنده شيء يعطيه الناس، يعني ما حطني غير حياء للناس عن الناس. المهم قال ويكتب هاك الورقه: اذا كان الكريم له حاجب فما فضل الكريم على اللئيم، ويعطيه اياه. قال ودها الكريم وياخذ البيت هذا الحارس يوديه الكريم. يوم شافها قراها وهو يقرب الورقه ويكتب عليها: اذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب وعن الغريم. وهو يعطيه البيت هذا ويعطي معه 500 دينار ويعطيها الحارس ويوديها الاصمعي. شاف الاصمعي انبهر، قال والله يا هذا اللي حاط حارس ما له قدره عن الناس، حيا من الناس، اني لعلم فيه العالم. هذا لعلم فيها، واول ما علم فيه الوالي يعني الحاكم اللي عنده. راح يم الوالي استاذن من الحراس. المهم دخل، يوم جاء دخل الوالي قال انا جيت رجال كريم وانا حلفت اني لعلمك فيه، لان كريم ما في اكرم منه بالاحياء كلهم. قال منو؟ قال اعطاه البيت، اعطاه 500 دينار. قال 500 دينار هذه من بيت المال، كيف جيتك؟ قال والله من عنده. قال خلاص روح وخله يجي. قال عاد الاصمعي والله انا مستحي اروح اجيبه والرجال مكرمني واروح اجيبه بعد لك، والله مستحي منه. قال بسيط خله جالس، ويرسل له حارس مندوب يمه. يوم جاء الكريم هذا قال الوالي يبيك، راح معه. يوم جاء الوالي عارفه انها امس جايه، قال انت امس ما انت جايني وتطلب حالتك انك حوالك مصلحه وانك محتاج وانك بدك ومعطيك فلوس، الحين رايحين ببيت واحد من الاصمعي اعطيته دنانير. قال والله اني ما جيتك امس الا من حاجه ومحتاج، والى حد الان محتاج، ولكن انا استحيت من الله سبحانه وتعالى اني ارد احد يجي. انبهر الوالي، قال والله ما في اكرم منك بالعالم كله. يقول الوالي اكرموه ويامر عليه انه يكرمونه ويخليه من اخوياه عنده، كلها سبب هذا. المهم يروح عاد الحاجب هذا اللي هو الحارس، ويمشي بالمثل اللي يقول العين، جاب المثل من اول اللي يقول العين بصيره واليد قصيره، العين بصيره واليد قصيره، ويستمر المثل هذا على الوضع هذا. وهذه سالفه العين بصيره واليد قصيره. وذكرني فيها ابيات سعود بن جمعان اللي يقول اللي يدور العطا من يدئنا عزلها انك عندنا ما تلاقيه، ما ورد ما يرث على الوقت فينا ما عندنا ما ناكله دون نادري. وهذه سالفته. سلامة.